السلام عليكم، ازيكم احلى واجمل مشاهدين في الدنيا كلها. يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل الكفته. الكفته المصريه اللذيذه، احد اكلاتنا الشهيره جميله متماسكه جدا ومقاديرها مظبوطه 100%. تعالوا نشوف مقاديرنا، سهله وبسيطه وموفره كمان. عندي هنا 3 4 بصلات كده. تمام، قشرتهم بالشكل الجميل ده. لو 4 بصلات يكونوا كبار، انا عملت كده تقريبا 5 بس هم يكونوا متوسطين. تمام. عندي حبتين من البطاطس قطعتهم مكعبات، وعندي كزبرة وشبت. الكفتة بتاعتنا مش بتحب يا بنات البقدونس. عندي كيلو من اللحمة المفرومة، يا ريت تكون من وش الفخدة. وعندي كيلو ونص من الرز المصري، نقعته ساعتين. بعد ما نقعت الرز يا بنات ساعتين، جففته كده. تمام. بعد كده طحنته في اي كبة موجودة، كبة الخلاط، كبة اللحمة، بتطحنيه ناعم كده. وفي نفس الوقت الخلطة بتاعتنا دي ضربتها كلها في الخلاط في الشفشق. تمام. في الدورق. بعد كده حطيت كل الاضافات بتاعتنا على الرز وبقى بالشكل ده. الشبت والكزبرة والبطاطس كل ده في الخلاط. تمام. ضربته على الرز المطحون وبقى بالشكل ده. وعندي كل من اللحمة المفرومة، يا ريت تكون وش الفخدة. هخلط كل المكونات دي كلها مع بعضها، وتحط التوابل بتاعتك، فلفل اسمر، 7 بهارات، لو متوفر عندك كيس بهارات الكفتة يبقى زي الفل. هخلط كل الخليط ده مع بعض، اللحمة مع رز الكفتة. ودلوقتي هنقليها مع بعض. متماسكة جدا يا بنات، ما بتفكش منك لحد ما تحطها في الصلصة. في منتهى الجمال وريحتها كمان قلب البيت. يدوب كده انت بتقليها، وكمان كله بيفضل ياخد منها وهي مقلية كمان قبل ما تحطها في الصلصة من جمالها. شايفين العظمة دي يا بنات؟ خطيرة بنات، انصحكم تجربوها نفس الطريقة لانها هتعجبكم جدا. لو وصلتوا من هنا لحد كده من الفيديو، يا ريت تدعمونا باللايك، يا ريت اللايك بتاع الفيديو يا بنات. والاول ما تشوف قناتنا اضغطي لايك وسبسكرايب للقناة. تحت الفيديو مكتوب مربع احمر، اضغطي عليه واضغطي على الكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. موفرة جدا واقتصادية يا بنات، والطلبات بتاعتها مش كتيرة خالص. وطعمها جنان، يعني حاجة كده بتغيريها من أكلاتنا الشعبية الشهيرة المصرية. جميلة جدا وفي منتهى اللذيذ. إن شاء الله تعملوها بنفس الطريقة يا بنات، هتعجبكم جدا. تعالى نعمل معاها كمان كده دي كفتة بعد ما قلتها. هنعمل جنبها لحمة كده. هنعمل طريقة اللحمة مع بعض. يلا نشوف هنعملها ازاي. طبعا انا محضره صلصه للكفته. عملت كده بصلايه صغنطوطه خالص، وفرمتها ناعم جدا. حمرتها وبعدين حطيت عليها الثوم، وبعدين هنزل عليها بالطماطم. هتسبك شويه وبعدين تكون جاهزه للكفته. دلوقتي هنعمل اللحمه مع بعض. حطيت في الطاسه معلقتين زيت. حطيت اللحمه كده. لازم يا بنات تنزل اللحمه على حله سخنه جدا جدا جدا، وبعدين تتحمر كده من ناحيتين. دي صلصة الكفتة جاهزة معانا يا بنات. زي ما قلت لكم، بصلايه مفرومة صغنطوطة جدا، مفرومة ناعم، وبعدين 3 4 فصوص من الثوم. بعد ما شوحت البصلايه حطيت الثوم وحطيت الطماطم بتاعتنا. هتسبك شوية وبعدين احط كوبايتين من المية، هتغلي غلوتين، وبعدين هنزل عليها بالكفتة. هتبقى في منتهى اللذاذة. اللحمة بتاعتنا يا بنات بعد ما شوحتها من الجنبين، نزلت عليها بالمية المغلية. لازم تنزل عليها بالمية مغلية. قطعة من الفلفل، طماطماية، البهارات التوابل بتاعتك المتوفرة، وبتغطيها مع البصلاية. وبتبقى في منتهى الجمال. بتطلع ريم كده لو موجود، مش موجود بتبقى زي الفل. دلوقتي انا سويت الكفتة بتاعتنا وسويت اللحمة بتاعتنا كمان. شايفين العظمة دي يا بنات؟ خطيرة خطيرة خطيرة. ان شاء الله هتعجبكم لو عملتوها بنفس. ان شاء الله لما تعملوها يا بنات بنفس الطريقه تعجبكم جدا، لانه موفره جدا وفي نفس الوقت طعمها لذيذ جدا. عايزه تقللي كميه اللحمه براحتك، عايزه تزوديها برضو براحتك، لكن المقادير دي مظبوطه وبتخليها ما تفكش منك نهائيا. شايفين الجمال ده؟ مستويه جدا ازاي يا بنات؟ لو اول مره تشوف قناتي اضغطي لايك وسبسكرايب للقناه. تحت الفيديو مكتوب مربع احمر، اضغط عليه واضغط على الكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا.
كانت في منتهى الجمال يا بنات، والريحة كده وانت بتقليها خطيرة جدا، نصها اساسا بتسرق منك كده وانت بتقليها. شايفين العظمة دي؟ امشوا على الخطوات وهتقولوا لي كمان رأيكم في الكومنتات. دمتم في رعاية الرحمن. السلام عليكم.